أهلا. البودكاست اسمه ندوب، وأنا نورة. بتكلم عن مسرحية شفتها اسمها سجن اختياري. المسرحية بتتعرض الساعة 7 في مسرح الطليعة، اللي هو دقيقتين حرفيا من مترو العتبة. اطلع بس من مخرج الصح. ولو مش حابب تحضرها أنا كده كده هحكيها تفصيلة تفصيلة وهحرق بصراحة، فمش شرط إطلاقا أنت تشوفها عشان تستمتع بالبودكاست. بس لو عايز ممكن تسيب البودكاست عندك وتسمعه بعد ما تحضرها. المسرحية حتى الآن بتتعرض خميس وجمعة وحد في مسرح الطليعة، معرفش لحد امتى. تذكرة ب32 جنيه بتدفع فيزا. أحب أحذر تاني إن أنا هحرق. طيب، سجن اختياري كانت بتتكلم عن ناس صحاب، شلة أصحاب من أيام الجامعة، وبينوا لنا شخصياتهم المختلفة زمان وساعة الجامعة ودلوقتي. الشلة دي قررت إنها تتقابل، أو بشكل أدق واحد منهم اللي اسمه رفيق قرر إنه يجمعهم تاني بعد سنين كتير من تخرجه. بينوا لنا في المسرحية شخصية كل واحد من الأصحاب واختلافاتهم عن باقي الصحاب، بل وعن نفسهم حتى زمان. رفيق اللي جمعهم ده كان اختفى من ساعة التخرج لحد ساعتها. هما بيستدعوا الذكريات دي. حصل عظمة، عظمة من الإضاءة. المسرح كله ضلم، ونور رفيق وواحدة من المطلات بتاعة المسرحية اللي هي سلمى. فتكتشف إن هما كانوا هيتجوزوا وكان بينهم حب، بس ما وضحلكش حصل إيه يبوظ علاقتهم وخلى سلمى تتجوز واحد تاني من الشلة. بعدين بيرجع النور لباقي المسرح عادي. نرجع لرفيق اللي كان مسافر وبنى نفسه وبقى معاه فلوس. واحد من الشلة قال له: انت معاك فلوس قد ايه؟ رد رفيق وقال له ان السؤال ده ما يتسألش، بس معايا شوية كويسين. وعلى فكرة انا هعمل فيكم حاجة كويسة جدا. ده على لسان رفيق. انا هدي 2 مليون دولار لاخر واحد يسيب المكان ده. فحصل هرج ومرج في المكان. قال له: يعني ايه؟ انت بتهزر؟ راح قايل: لا، انا بتكلم بجد. انا هدي 2 مليون دولار لاخر واحد يسيب البيت ده. والتحدي ابتدى من دلوقتي. وجاب لهم عينة من الفلوس عشان يصدقوا. جاب لهم شنطة سفر حرفيا فيها فلوس زي إثبات جدية كده، عشان يشوفوا إن هو فعلا هيديه لآخر واحد يمشي. وساب الصحاب دول مع بعض براحتهم، أو ظاهريا براحتهم. براحتهم لأن اللي عايز يمشي يمشي، الباب موجود. ليه بقول ظاهريا براحتهم؟ لأن اللي هيمشي هيخسر رقم مهول، هيخسر 2 مليون دولار. فمش براحتهم قوي يعني. اختفى رفيق تماما وابتدى يراقبهم من خلال كاميرات في الفيلا دي، وساب الفيلا أو المسرح تماما وما ظهرش. وحط خادم خاص بيه يشرف على التحدي ويشرف على طلبات النزلاء. وكل واحد من النزلاء أو من صحابه يعني مسموح له بزيارة يوم واحد في الأسبوع، يجي له أي حاجة من أهل يومها. فالمسرحية كلها عمال بقى يوريك التفاعلات ما بين الأصحاب دول. أول واحد شاف إن هو مش منطقي إن هو يقعد يستنى الفلوس، وعايز يروح يقعد مع الكلب بتاعه الدنيا اللي بره بمنتهى البساطة كده. خرج من الباب. واحدة من الصحاب كانت طالعة في دور إن هي بتسلك سلوك مش أخلاقي يعني عشان تجيب فلوس. والبنت دي بيوريك هي ليه بتسلك السلوك اللي غير أخلاقي ده. عشان أختها بكماء صماء. ورونا ده بإن هما جابوا البنت بتكلم أختها فيديو كول من السجن الاختياري. البنت ذات السلوك اللا أخلاقي دي اللي بتصرف عليهم وبتصرف على العيلة كلها، بس هي محبوسة جوه الفيلا. هيجيبوا الفلوس منين؟ فبتكلم حد من اللي بيستغلوها في النشاط اللا أخلاقي عشان يبعت لها فلوس عشان تبعتهم لأهلها. فهي لو كسبت هتاخد ال2 مليون دولار، فلازم تفضل جوه وتجيب فلوس بأي شكل وما تخرجش دلوقتي. دي واحدة من البطلات، خليك فاكرها معايا. واحدة تانية ودي مركزية جدا ومحورية جدا، اللي هي سلمى. اللي أنا قلت لك إن النور عمل عظمة وضلم المسرح كله ونور وشها هي ورفيق. وبعد كده بنعرف إن هي اتجوزت واحد تاني من نفس الشلة. هي وجوزها كانوا في الرهان ده، وهما كانوا حاسين إن هما يكسبوا عشان هما اتنين مش واحد وهيقووا بعض وهما متجوزين. هما اضطر إن هما يبيعوا عفش بيتهم عشان هما قاعدين ومفيش حد يصرف على ولادهم. ده الراجل حتى جوزها اضطر إن هو يستقيل من شغله. أصل هما بقالهم قاعدين فوق ال200 يوم في الفيلا مستنيين ال2 مليون دولار. وفي مرحلة ما جوزها بيزهق ويتعب وعايز إن هو يشوف ولاده. فقعدت تقول له: ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت مش طموح، انت مش عارف ايه، وانا غلطانه ان انا رضيت بيك، وكلام من النوعيه دي. لحد ما طلقها ومشي وساب السجن الاختياري، ساب المكان. واحد تاني من الصحاب كان عاوز يبقى ممثل.
وجات له مكالمة من مخرج إنه أخيرًا لقى فرصة إنه يبقى ممثل دور تاني، ودور قوي كمان. لسه بيقول لأصحابه هيسيب السجن وهو على الباب، وعمّال يتكلم بمنتهى الأمل وبمنتهى السعادة إن هو خلاص لقى حلمه، وإحنا كمشاهدين بقى سعداء ومنهمكين في التصفيق الحاد. وهو على الباب حرفيًا، حرفيًا حصل أكبر تحول لا متوقع في الحبكة أو plot twist يعني. واحد من الصحاب ضميره بيصحى واعترف إن هو وباقي زمايله لفّقوا مكالمة المخرج، وإن هم اللي فبركوا السيناريو اللي مبعوت له عشان يقل عدد المتنافسين، وتنحصر في عدد أقل ويبقوا خلصوا من واحد. طبعًا في ظل الصدمة دي، أنت كمشاهد هتتوقع إن اللي هيخرج الولد المخدوع بعد ما عرف حقيقتهم، اللي هو كان هيمثل. مش ده اللي حصل. اللي حصل إن خرجت البنت اللي بتعمل الأفعال اللا أخلاقية دي، هي اللي حست إن ده لا أخلاقي أكتر من اللا أخلاقية اللي هي بتعملها، وإن هي باللي بتعمله اتصدمت وإنها أحسن منهم كلهم. كانت plot twist جبارة، جبارة في المسرحية. كل ده حصل بين الأصدقاء عِشرة السنين، في أول اختبار حقيقي لصداقتهم أو اختبار لكونهم بني آدمين بجد. المهم نرجع للمسرحية. كان في واحد بقى كان محامي شيطان أو devil advocate في نفسه أوي، هو كان شغال محامي فعلًا. المحامي ده كان عامل دور فعلًا في المسرحية شرير وجبار، وكان شرير فظيع. ده يعني مش بس كان بيوقّع بينهم، ده حرّض الراجل اللي هو كان جوز سلمى إنه يسيب المكان. قواضيه نفسه كمحامي كان بيحوّلها لزمايله عشان مش هيقدر يخرج يترافع. الأكتر من ده كلّه إن هو جاله خبر إن أبوه مات، برضه ما مشيش من الفيلا. الأكتر والأكتر إن جاله خبر إن ابنه هيعمل قلب مفتوح، برضه ما اتهزّش لثانية ولا اتردد، وفضل يضغط نفسيًا عليهم، يقول لهم إن هو مش هيسيب المكان، واخرجوا من أنتم أحسن لكم، ده أنا أبويا مات وابني هيعمل قلب مفتوح ووظيفتي خسرتها وخسرت الموكّلين وما خرجتش، فأنا كده الكسبان. في الآخر فضل 3 كانوا كالتالي: سلمى اللي كانت مرات الراجل اللي هو طلّقها، اللي قبل ما تتجوّز اللي كانت بتحب رفيق قبل ما تتجوّز. تاني واحد الولد اللي هو الممثل اللي كنا فاكرين إنه هيمشي لمّا جزء من زمايله اتأمروا عليه. 3 محامي الشيطان أو الDevil Advocate ده اللي فقد أبوه وابنه هيعمل قلب مفتوح وهو مُصِر ما يمشيش. الDevil Advocate اللي هو أبوه مات وما رضيش يمشي، وواحد من عياله هيعمل قلب مفتوح وما رضيش يمشي. في الآخر لمّا انحصر الصراع ما بينهم هُم ال3، الراجل ده جات له الزايدة. تتوقع إن هو هيسكت أو هيتنازل أو هيطلب إسعاف؟ أبدًا، فضل لآخر رمق، مُصِر، قعد يساوم زمايله الاتنين. طب ما نقسّم الفلوس بيننا، اخرج أنت وسلمى وسيبوني وهادّيكم نسبتكم. سلمى رفضت وقالت أنا اللي هاقعد أنا ما اضمنكش. رفض الDevil Advocate وقال لأ أنا ما اضمنكيش أنا كمان. والألم كل ده عمّال يشتد عليه، ألم الزايدة. بعد كده وافق إن سلمى هي اللي تقعد. ساعتها سلمى رجعت في كلامها وقالت وأقسّم الفلوس ليه؟ أنا أنا الكسبانة. تحت تأثير المشهد البشع ده كله، الولد الممثل مرهف الحس ده ساب المسرح. وبعدها بشوية مش كتير الديفل ادفوكيت ده اضطر ان هو يطلع زاحف من الباب. ده الوحيد اللي حرفيا خرج زاحف من الباب. كانت تحفة جدا الحتة دي. فضل مين كده معانا؟ مين اللي كسب؟ سلمى. سلمى اللي كانت بتحب رفيق ورافضة ان هي تتجوزه عشان هو ما كانش جاهز. رفيق بيخش ويشرح هو ليه عمل فيهم اللعبة دي. لما كانوا في الجامعة سلمى رفضته عشان والدته كانت بتشتغل في نصبة شاي، واستعرت سلمى إن والدته تكون حماتها. وتحت تأثير الفقر ورفض سلمى سافر رفيق. سافر دولة عربية. وبعد سنة المدير استدعاه. اتبسط رفيق جدا وافتكر إن المدير مقدر مجهوده. المدير قال له إن هو عمل جريمة، وإنه لو رفيق اعترف على نفسه إن هو اللي عملها وجنب المدير ده السجن هيديله $1,000,000 عن كل سنة سجن. فاعترف رفيق على نفسه مع إن هو ما عملش أي حاجة وامتص 7 سنين سجن. أول ما دخل السجن أدرك إن هو سجن بجد، وكان عايز يرجع في كلامه بس كان متأخر جدا. it was too late. بعد اعترافه بنفسه على نفسه بالكذب عشان الفلوس ما كانش هيرجع يقول لهم أنا لسه معترف بس مش أنا. خلاص هو وقع في الخية يعني. فكان رفيق مستغرب جدا. كان بيقول يعني أنا كنت في السجن ولما رجعت في كلامي ما كنتش عارف أخرج، إنما أنتوا كان قدامكم الباب طول الوقت.
وبرضه ما خرجتوش. وبتنتهي المسرحية بمشهد متلاحم جدًا، برفيق فوق ماسك سلمى وهي حاضنة الفلوس. كان مشهد جبار. ده المشهد بتاع صورة البودكاست. الفكرة من المشهد ده إن هما الاتنين كانوا يستاهلوا بعض من الأول. هما الاتنين نفس الحاجة. هي رفضته في الأول عشان الفلوس، وهو باع روحه عشان الفلوس. فهم من الأول لبعض عشان هما زي بعض. فكانت مسرحية حلوة جدًا. عيوب المسرحية دي بقى إيه؟ عيوبها إن هُم كانوا عمالين يتريقوا على واحد تخين من الأبطال المسرحية، ويخلّوه يتريق على نَفْسه، ويقول أنا بتلُّه، وبيطلّع صوت من بُقّه وهو نايم. دي كانت مستفزة جدًا بالنسبة لي، وما كانتش مضحكة إطلاقًا. تاني حاجة كان في استعراض مخدرات. كان كل أبطال الرجالة فجأة في أول المسرحية عمالين يشربوا حشيش. دي كانت مستفزاني، هي ما كانتش ليها أي لازمة. يعني عارفين لو مبررة دراميًا يبقى so what، بس بالنسبة لي هي ما كانتش مبررة دراميًا إطلاقًا. مع إن بصراحة عشان يعني للأمانة، هو كان في واحد من الأبطال كان ظهر نسيت أقول لكم عليه، اللي هو شمس. شمس ده كان بيبيع مخدرات، بس برضه في الحبكة نفسها، في القصة نفسها، ما كانش مبرر إطلاقًا المشهد ده. والأغنية بتاعة وهُم بيشربوا حشيش كانت مقحمة تمامًا، ما كانتش مضحكة بالنسبة لي. العيب الأخير اللي كان غِلِس وكان سامج، وحسيت إن أنا باتفرج على فيلم للسُبكي، لمّا راح الولد اللي جاله السيناريو الفيلم، راح قال: "ده كان سيناريو فيلم رائع جدًا، كأن اللي كاتبه فلان." فلان ده هو الراجل اللي كتب المسرحية الحقيقي. فمش لازم أنت ككاتب مسرحية تحط اسمك في المسرحية عشان تقول أنت كاتب رائع. أنا فعلًا حسيت إن أنا باتفرج على فيلم للسُبكي. وبالمناسبة في فيلم غريب جدًا وهادف على فكرة عامله السُبكي، وباحب الفيلم ده، شُفته من مثلًا من 7 سنين، 8 سنين. لو حابين إن أنا أشوفه تاني وأعمل عنه حلقة، الفيلم ده مش هاقول اسمه يعني. هاقول لكم لو حابين إن أنا أعمل عنه الحلقة يعني الفيلم الهادف ده قولوا لي. آمم، المهم دي كانت عيوب المسرحية. بس هي في العموم كانت مسرحية حلوة جدًا، وأنا سعيدة وممتنة جدًا إني دخلتها. كده الحلقة خلصت. لو عجبتكم الحلقة comment وlike وshare وعرّفوا صحابكم بالpodcast. ده هيفرق معايا جدًا، وقولوا لي رأيكم. فعلًا هيفرق معايا. بس كده. سلام.